كنا واقفين في الفصل اللي فات على ليلى وهي بتعيط على سيو وفاكرة انه مات، وما بتكونش عارفة تطلب المساعدة لان الروح بتاعتها بتكون ابتلعتها كالغو. لكن فجأة بتلاقي حد بيقول لها ليلى، بتكون سمونيا بتقول لها انت اشتقت ليا. بتسألها ليلى هنا على اللي حصل، بتقولها سمونيا ابتلعني كالغو لكن تمكنت بفضل ده أخيرا من التحدث معاه ومع فريغا. اتضح ان كليهما كان مقيد بعهد قديم مع عيلة إيفريت، وبسببه كان مضطرين ان هم يستخدموا قوتهم لخدمة العيلة رغم عنهم. عشان كده قطعت العهد ده عنهم ودلوقتي هم أحرار. لا مش بس كده، وهم عاوزين يتعاقدوا مع ليلى اصلا. فجأة ليلى بتسمع صوت حد بيكون هنا، اوين يا جماعة لسه عايش. بتقوله مش ممكن، انت شبه الصراصير ما بتموتش بسهولة. هو بتقوم تقرب منه وبتقول دلوقتي مفيش اي حاجة تقدر تحميك مني، وبالفعل بتقضي عليه ليلى. سومونيا بتقول لها ليلى خليكي هنا، انا هجلب جين ديلاكرو عشان يساعدنا، انتي ما تقدريش تعملي حاجه بجسدك الضعيف ده. بتقول لها تمام انا بعتمد عليكي. بتكون ليلى قاعدة مع سيو وبتقرب منه وبتمسك وشه كده وبتكون حزينة جدا وفاكرة ميت، لكن فجأة بيفتح عينه وبيقول لها ليلى. بتقول ايه ده، هو صاحي؟ وبيمسك وشها وبيمسح دموعها وبيسألها اذا كان هو ميت ولا لا. بتقوله لا انت مش ميت انت حي. بيقول لها واخيرا انتهى كل شيء، انتقامك انتهى. بتقوله ايوه كل شيء دلوقتي انتهى، انتقامك وانتقامي. في الوقت ده بتبص بتلاقي في ايده اسوارة. بتقول فهمت، السوار المرجاني هو اللي حماه وعالج جروحه بسرعة. بيقوم سيو بيقول لها انها بتبدو شاحبة وعليها انها ترتاح، وبيقول لها اعتقد ان انا بخير دلوقتي، عشان كده من الافضل ان انتي تاخدي السوار المرجاني ده. بتقول له كف عن الهراب. بيكون كل تفكير ليلى وقتها كنت بكره سيو فالنتينو الاسود، ولكني ما قدرتش ان انا اكرهه فعلا يوما ما. بيقول لها سيو اتمنى ان انتي تعيشي حياة طويلة. بتمسك ايده وبتقول له ما تقلقش انا مش هموت بسهولة، كنت انا وشارلوت بنخطط لفتح متجر صغير والعيش بسلام، عشان كده لازم ان انا اوفي بالوعد ده ولازم ان انا اكون سعيدة. بيمسح دموعها تاني وبيقول لها ارجوكي خدي ذكرياتي، وبيقول لها ان هو سمع من الملك رادير ان روح ممكن انها تحول الذكريات لحياة، عشان كده هو عاوز انه يستخدم ذكرياته عشان ينقذها. بتقوله ليلى ما تقولش حماقات. بيقول لها انا كنت اتمنى ان انت تعيشي حياة طويلة ومش عاوز افقد حد تاني. بتقوله لا انا ما اقدرش ان انا اضحي بيك. وبتسأله اذا كان بيظن انها تكون سعيدة لو وجدت سعادتها بالطريقة دي. لكن فجأة بتسمع صوت حد بيقول طيب ماذا عني أنا. بيكون يا جماعة الحد ده أخوها هيسن، طلع من المعركة حي. بيقول لها أنا حتى مش مغرم بيكي، لكن مع كده ذلك الشيء اللي بيحول الذكريات لحياة استخدميه عليا أنا وعيشي بدل من الوغد ده. قصده سيو يعني. هو بيقول لها بصي لحالتي هموت قبلك على اي حاجه. لكن ليلى بتقول له انا مش عاوزه اشوف ذكرياتك ابدا. بيقول لها انت جننتي، انت عاوزه ان انت تموتي للدرجه دي؟ ده مش وقت انتقامك ابدا. فجأة جين دلاكرو بيجي وبيقول ليلى ودوك فالنتينو انتوا بخير ولا ايه؟ هيسن بيقول له انت سريع الوصول جدا. بيكون يعني بيتريق عليه وبيقول له انت ما انتش شايف كلنا بنحتضر هنا. بيقول لهم سمعت ان الجرعة سحرية تشفي الجروح الداخلية، وقال ان الحكيم العظيم في المملكة بيصنع 10 زجاجات فقط كل عام بينما يعيش في عزلة تماما. وقد استوردت عائلة ديلاكرو 3 زجاجات مؤخرا، فأحضرت واحدة معايا احتياطيا وبيديها لهم. سمونيا بتقولي ليلى لكن مش هتكون كافية لاستعادة صحتك بالكامل، جسدك منهك في جوهره وما يمكنش إصلاحه إلا بقوة حياة أخرى. حتى لو كان من سلالة بطل أسطوري فإن تعافيه الكامل هيستغرق شهور، لكن الدواء ده هيساعده على الشفاء. ليلى هنا بتبص لهيسن، بيقول لها انت بتبصي للميت، اسرعي وانقذي الوغد ده بسرعة. قصده برضه على سيو. سومونيا بتقول مش هيكون الدواء ده كافي لإنقاذ الصفيق على أي حال، استخدامه على سيو هو الخيار الأفضل. بالفعل ليلى بتقرب لسيو وبتعطيه الدواء. حسن بيكمل وبيقول لي ليلى امتى انت بتظني ان انت هتصمدي في حالتك دي؟ يومين على الاكتر. اعتقد عليك ان انت تعملي اللي بقوله. وبيقول لها اعتبريها استعادة للحياة اللي سرقها آل ايفريت منك. دلوقتي انا اخر من تبقى من آل ايفريت، اعتبر انك بتدينيني انا اخر الناجيين. هنا ليلى بتقوم بتقوله يا هيسي انا معرفش اذا كنت صادق ولا اذا كنت بتعمل ده لتريح ضميرك، انا لو اؤمن ان الناس بيتوبوا بالسهوله دي. بيقولها فكري بما تشائين فقط ما تموتيش عبثا. بتقوله انا مش هسامحك ابدا يا هيسين. ايفريت سرقوا حياتي وانتزعوا مني الحياه اللي كان ينبغي ان تكون ملكي بالكامل، عشان كده هعتبر ده حكمي عليك كاخر من تبقى من آل ايفريت. وبالفعل بتبدا تاخد ذكريات وبتكون كلها ذكريات اجرام الحقيقه وبيعمل فيها اللي ما يتعملش. وبالفعل بتتحسن ليلى شوية.
بتنقله للقصر بعد انتهاء المعركة، وبيكون في رسالة جاية من الملك رادار بيقول لها سيو هرد عليه لاحقا، عشان كده ارتاحي دلوقتي. هو بيقول لها ان في مكان عليهم ان هم يروحوا ليه غدا. بتسأله اذا كان هيكون قادر على التحرك ولا لا، بيقول لها اكيد هكون بخير. يجي حد بيقول ذكرت سابقا ان هناك ساحر يستخدم تعويذة تشبه اللعنة اللي ألقتها السيدة البنز، وقد تمكنا من التواصل معه. بالفعل بيوصلوا للساحر اللي عمل ده. بتيجي واحدة جميلة كده وبتقول سمعت ان انت بتبحثي عني يا دوكا فالنتينو، اسمحي لي ان انا اقدم نفسي رسميا، انا دومينيك ماركوس مهندس سحر. بتقول لها ليلى هنا انا سمعت انك راجل. بتقول لها ده اسم زوجي، أدرس هندسة السحر حاليا باسمه، وده أمر شائع أكتر مما تظنين في زماننا ده. وبتقول لها هنا قلتي ان اللعنة اللي اصبتي بيها بتشبه التعويذة اللي استخدمتها، خلينا بص. بيقول لها سيو برأيك ممكن ان احنا نكسرها؟ بتقول له انا هتحقق منها دلوقتي. بالفعل بتبدأ تتحقق، وليلى بتحس احساس غريب جدا. بتقول له جسدي اصبح اخف. الساحرة هنا بتقول دي مش لعنة في الاصل، بل تعويذة سحرية بحثتها في العاصمة، لكن يبدو ان احدهم حرفها عشان تصبح كذلك. وبالفعل بتساعد ليلى في انها تتخلص من التعويذة دي. قضي على عائلة إيفريت وكل القوى التابعة لها، وما تبقاش سوى أن يكرم الملك أولئك الذين نالوا شرف النصر. حتى اللحظة دي بدا كل شيء طبيعي ومتوقع للغاية. بتيجي ليلى وهي واقفة والملك بيقول دوكا ليلى فالنتينو أمنحك لقبا نبيلا وأرضا. وبيقول لقد أدت ليلى فالنتينو دورا حاسما في سقوط الإيفريت، ولولاها لما كان هذا النصر ممكنا أبدا. بتفكر ليلى وبتقول ده مقلق جدا، انا ما كنتش عاوزة غير حياة هادئة وبسيطة، لقب وارض ده شيء غريب جدا. بيكمل الملك وبيقول تقدمي وخذي ما تستحقين، اعترافا بخدماتك امنحك حكم منطقة برين والقبك بالفيكونت، وفوق كل ده قررت والدتي انها تمنحك اسم جديد. ليلى هنا بتكون مبهورة وبتفكر في ان الشرف ده ممنحش سوى للي حققوا امجاد عظيمة جدا في العصور الاسطورية، لم يمنح الا للابطال اللي قتلوا التنانين وانقذوا الاف الارواح. ده شرف بيسمح به لهؤلاء وحدهم فقط. بيمنحوها اسم إريندل، وهو اسم العائلة المالكة أصلا من جهة الأرض. بتقول الملك قد أنقذت ليلى فالنتينو العالم بأسره، ولا أحد هنا يمكن أن يضاهي ما فعلته. ليلى ما بتعرفش تعمل حاجة، وأكيد بتتقبل اللقب الجديد ده وبتقبل باقي جايزتها. وبتكون واقفة كده في مقابر وبتقول هو ده قبر إيسان؟ بيقول لها سيو أيوة، دي قبور كل الناس اللي ضحت بيهم عائلة إيفريت كمان. بتقول ليلى نال إيسان أخيرا الموت اللي اتمناه، وكل المآسي اللي ما كانش ليها انها تنتهي طول ما عيلة إيفريت موجودة انتهت برضو. نعم انتهى كل شيء حقا. بتبص لسيو وبتقول له حان الوقت لتصل قصتنا احنا كمان لختامها. فكر ليلى وبتقول لما كان قلبي ممتلئ بالكراهية نحوه كنت استطيع ان انا اقولها من غير اي تردد، لكن من اللحظة اللي كاد يموت فيها اصبحت صعبة جدا، وانا اعلم كويس جدا السبب. ايوه تغيرت مشاعري. بتقول له لكن لا يمكنني السماح لذلك بان هو يضعف عزيمتي، فإن وصلنا السير على هذا النحو فلن نجني سوى المزيد من الألم. لا يمكن الإنسان إن هو يهرب من ماضيه، وبما إننا ما نقدرش إن احنا نهرب علينا إن احنا نواجه يوما ما. وبتقول لسيو كل اللي بنحتاجه الوقت بعيدين عن بعضنا كما وعدنا من قبل فلنفعلها. بيقول لها سيو ايوه انا فهمت فلننفصل. بيقول لها انا فكرت في كل ده طويل لاني انا مستحقش ان انا اكون معاكي في النهاية. وبيقول لها ان كانت سعادتك لا تتحقق الا بدوني فده ما يجب عليا فعله فعلا، وحتى لو دخل شخص اخر في حياتك يوما ما ان جلب ليكي ده السعادة فهتكون دعوتي معاكي. بتفكر هنا ليلى وبتقول يا لك من رجل احمق. وبتقول له اللي بقصده دلوقتي هو ان احنا ناخد فترة راحة. وبتقول له علاقتنا دلوقتي مليانة بالجراح، وان بقينا معا فمش هنعمل اي حاجة سوى تمزقها من جديد، وانا مش عاوزة ان انت تتألم ابدا. رغم كل شيء انت لا تزال شخص ثمين جدا عليا. وبتقرب منه وبتحط ايدها على وشه وبتقول له فراقنا ده بيشبه مرور الزمن وتغيير الفصول، فلنعيش بعيدين من بعض الوقت عن بعض غرباء لا زوجين. فجرب العيش على هذا النحو. وبتقول له لما يجي اليوم اللي استطيع فيه تقبلك من دون ان يؤلمني ذلك، وحين نكون قادرين على ان احنا نحب بعض حب ناضج وصحي، هنتقابل مجددا. بيبدأ سيو يدمع وبيقول لحد اليوم ده، وبيقول لها لا حتى الاخر يوم في حياتي انا بحبك دايما. وبتسأله هنا ليلى تقدر ان انت تستناني للابد؟ بيقول لها ايوه هستناكي. بتقول له حتى ولو مرجعتش؟ بيقول لها انا هفضل مستنيكي على طول. فكما لا يأتي الربيع الا بعد الشتاء فان الارض المتجمدة هتدوب يوما ما.
وبالفعل بيجي اليوم اللي ليلى ماشية فيه، وبتظهر أخيرا شارلوت اللي كنت واقعة من الخوف الحقيقة عليها، وبتكون بتجهز مع ليلى حاجتهم. وليلى هنا بتبص لبنتها بالتبني وبتقول لها حقيقي تكوني وصيتك مش هتتغير ابدا، هيكون دايما مرحب بيكي في قلعة إيرندل. انا عارفة ان انت اخترتي ان انت تقعدي هنا، لكن تقدري ان انت تجيلي في اي وقت. وبالفعل ليلى بتودع سيو وبتقول له اعتني بنفسك، بيقول لها وانت كمان ارجوكي ان انت تعتني بنفسك. وبتكون ماشية ليلى وبتقول هو فعلا احمق وانا كمان حمقاء زيه، وبتتخيل حياتها معاه وهي في الطريق بعد ما يتصالحوا. بيعدي الوقت وبتيجي ليلى وبتقول لقد مر بالفعل 5 سنوات منذ ان غادرت فيونيس واستقريت في بريان. كانت 5 سنوات حافلة بالأحداث، لكنها ما حملتش أي صعوبات قاسية. كانت بريان أرض خصبة نسبيا، كما ان حدوث الشروق فيها كان قليل جدا، عشان كده ما كانش من الصعب عليا ان انا أديرها. وبتقول لما وصلت القلعة قبل 5 سنين اللي لقيته كان من مقتنيات كمية، كان سيو بيعتز بيها جدا. لا اعلم لو كانت اختلطت بالامتعة صدفة ولا لا، لكني ما قدرتش ان انا ارجعها طول السنوات ال5 اللي فاتت، لاني عشت من غير اي تواصل شخصي مع سيو، وكأننا غريبين تماما. وبما ان بريان تقع قرب برونيس كنت بشوفه احيانا من بعيد خلال الاجتماعات، لكننا ما تبادلناش حتى التحية. وبتتساءل هل هو مريض او حدث ليه شيء. وبتقول كنت ألتقط القلم لأكتب رسالة مع تلك التساؤلات والقلق، ثم أعيد مرارا وتكرارا، وفي النهاية ما أرسلتش ولا رسالة واحدة، وما كنتش بسمع عنه حاجة إلا عبر الملك راديل، وكان آخر خبر سمعته عنه من 8 شهور، وهي كاتبة قلقانة جدا عليه. فجأة في يوم بيجي حد وبيقول لها ظهر صدع في الجزء الشمالي من الإقليم والوضع خطير جدا. بتتحرك ليلى وبتقول أجروا تفتيش شامل واجدوا عليها جميعا. بالفعل ليلى بتكون بتحاول تقضي على الوحوش، لكن بيجي هجوم عليها وبتكون هتروح فيها. فجأة بيلحقها طبعا سيو فالنتينو، واللي بياخد برضو الضربة مكانها. ثمانية بتقول لليلى بقية الجسد بخير لكن ارتدم الرأس بقوة. بتبصله ليلى هنا وهو مغمى عليه وبتقول يبدو انك بتصيب راسك كتير جدا يا سيو. وهنا سيو بيقرر يقعد في قلعة إيرندل لحد ما يتعافى تماما. استعاد سيو وعيه بعد 8 ساعات. وبتقول ليلى كانت المشاعر اللي انتابتني حينها تفوق الوصف. وبيكونوا ماشيين بعد ما اتحسن سيو وبيتكلم، وبتقوله انها اتحسنت تماما واختلفت دلوقتي. وبتقوله دلوقتي كل اللي انا بتمناه ان انت كمان تتحرر، اما انا فما عادش جراحي بتؤلمني ابدا. وبتسأله عن نفسه. بيكونوا مبسوطين جدا بالوقت اللي هما بيقضوه سوا. بتقول بعد انتهاء مأدبة العشاء تحدثنا عن السنوات ال5 اللي عدت، وعن امور في الماضي ظلت عالقة بيننا دون ان تقال. وكل ما بيجيبوا سيرة ألمهم بتقوله ليلى الماضي قد مضى، وما علينا دلوقتي اللي احنا نعيش المستقبل اللي بيقترب منا كل لحظة. بعد 3 أيام بيجي الوقت لمغادرة سيو قلعة فالنتينو بعد شفائه. هنا ليلى وهي بتودعه بتقوله سيو هل تتذكر العقد اللي هديتني اياه ذات مرة؟ بتقوله ليه ادتني العقد ده في الوقت ده؟ اعتقد ان انا افهم السبب دلوقتي، لكن انا عاوزة اسمع شعورك بالتفصيل حينها. بتقوله اكتب لي رسالة ومع ردك ارجوك ان انت ترسل لي العقد ده كمان، وفي يوم ما لما اتمكن من تقبلك تماما هعيد ليك العقد ده وقتها. بتقول ليلى من الوقت ده وصلنا المراسلة بانتظام. وجدت الامر ده غريب وجميل في الوقت نفسه، كان يجعلني ابتسم في كل مرة اقرأها. كان واضح جدا مدى اهتمامه بيا. لحد ما بيجي اليوم اللي بتكتب فيه رسالة مهمة جدا لسيو، بتقوله فيها لقد وعدنا بعضنا البعض من قبل أليس كذلك؟ إنه في يوم ما عندما أتمكن من تقبلك تماما هرسل ليك العقد ده. وبتقوله أنا دلوقتي متأكدة إن أنت كنت بتتمنى فعلا إن أنا أعيش حياة هادئة. وبتقوله كمان أنا مش هظل أحمل لك ضغينة بعد دلوقتي، أنا بختار إن أنا سامحك تماما. هنا سيو بياخد نفسه وبيجري يروح الليلة، اللي أول ما بتشوفه بتطلع تجري عليه وبتاخده بالحضن. وبتقول هنا لأنني أصبحت دلوقتي شخص قادر على ده. بيعدي الوقت وبيجي صوت طفلة صغيرة بتقول إذا ماذا ترين؟ لقد حلمت بأنني محبوسة في كهف مظلم ووحيد، لكن بعد كل ده إجا شخص يشبه والدتي ومد إيده عشان يلمس راسي. هل يمكن إن والدتي جاءت لحلم عشان تنقذني من الكابوس؟ فجأة بيجي صوت حد بيقول له مير تعالي هنا، علينا ان احنا نغادر دلوقتي. الطفلة هنا بتقول لها امي بتناديني سأعود لاحقا مرة اخرى. بتدور الطفلة اللي بتكون شبه ليلى جدا وبتبص إذ بليلى وسيو فالنتينو واقفين مستنيينها. وبتقول لها في وقت سابق وجدت عصفور صغير جدا، ما نقدرش ان احنا ناخده للمنزل ونربيه مش كده؟
بتقول لها هنا اسألي أبوكي إذا نقدر نعمل ده ولا لأ. وبالفعل بيمسكوها من ايدها وبيكونوا راجعين للقصر. وهنا يا سادة بتخلص قصتنا الجميلة اللطيفة اللي حبتوها جدا. سيبولي رأيكم تحت فيها بقى في كومنتات كتير كتير كتير، واستنوا القصة الجاية اللي ممكن تكون أجمد منها.